السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو اتعمل كتير، بس ده فيه يعني شويه تركات كده مختلفه عن البعض، وان شاء الله هنسويها على البوتاجاز من فوق، مش هندخلها فرن البوتاجاز. هو نص كيلو دقيق. هعمل نص كيلو دقيق وحط عليه ربع معلقه ملح ومعلقه سكر حلوه كبيره، ويعني ربع معلقه بيكنج باودر، ربع معلقه بيكنج باودر بس كده. وهنعجب بميه عاديه من الحنفيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العجينه بتاعت الفطير بتبقى لازم تكون طريه عشان تبقى مورقه معاكي وحلوه ان شاء الله. وبرده في تركيه تانية اقول لكم عليها بس لما يجي وقتها ان شاء الله. بس الاول نعجن مع بعض العجينه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل اعجن كده وهوريكم شكلها ان شاء الله. اهو يا حبايبي، هو ده شكلها بعد ما عجنتها. بعد كده يا حبايبي هنطلعها من المكان اللي عجناه فيها الطبق، هنحط حبه دقيق على الترابيزه. برضو احنا عايزينها تكون العجينه كده بتلزق عشان تبقى طريه. هي عجينه الفطير لازم تكون بالطراوه دي كده، ونعجنها 10 دقايق بالطريقه دي. هنعملها مع بعض دلوقتي اهي. بصوا كده، مش نعمل 10 دقايق بالطريقه دي، وبعد كده نسيبها ترتاح ربع ساعه. تعملي اللي وراكي، شوفي ايه وراكي، كل ما تسيبيها بترتاح احسن واكتر، بتبقى جميله معاكي، بص تلاقيها اتفردت بسهوله. بس كده، هي دي عجينه الفطير، بتبقى طريه ما بتبقاش ناشفه. بصوا بس بقت ما شاء الله طريه وجميله. تدهني وش العجينه زيت وخلاص على كده، وتغطيها بقى المده اللي انت هتغطيها من ربع ساعه لاكتر بقى زي ما انت عايزه. بس وهنفرد مع بعض وهنشوف شكلها عامل ازاي ان شاء الله. اهو يا حبايبي منظر العجينه بعد ما ريحت. وحطيت زيت، دهنت زيت في ارضيه الرخامه، وحطيت زبده صفرا على زبده عاديه. ما تحطيش زيت خالص في السمنه، افرجي بسمنه بس، وما تسيحيش السمنه برضو. انا عايزاها تبقى كده، مش عايزاها تبقى سايحه، وهقول لك ليه. طبعا هنفرد الفطيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بايدينا برضو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما بتديها سمنه كل ما بتفرد معاكي بسهوله. يعني تاخدي من النص كده على بره تفرد معاكي. هفردها وهوريلكم شكلها بعد ما تتفرد في الاخر، وبرضه هوريكم هتعملوا ان شاء الله. اهو يا حبايبي بعد ما فردتها طبعا اهي. تفرجي براحتك وما تخافيش، الفطير فطيرنا، ولو جراله اي حاجه ما يجراش حاجه، حتى لو اتقطعت منك عادي. وبعد ما تفرجيها بالطريقه دي تقومي حاطه السمنه اللي انا بقولك عليها، مش عايزه اسيحها. بس هتغلفيها كلها بالسمنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبيبتي. السمنه بقى لما تكون مش سايحه هي دي اللي بتعمل على توريق الفطيره، انما لما بتسيحيها ما بتساعدهاش على التوريق خالص. واعملي كده وجربي هتلاقي فعلا الكلام ده صح. اهو كده. طبعا بعد ما مدينا خلاص كده دهناها كلها، هنلفها مع بعض رول. كل لفات الرول ده يعني توريق، وهوريكي ازاي ان شاء الله. يا حبايبي هنلمها كده رول زي ما انتم شايفينها كده كده لغايه الاخر خالص اهي كده.
براحتك وما تقلقيش، ان شاء الله هتشوفيها دلوقتي هتلاقيها مورقه وجميله ما شاء الله عليها روعه. وهنعملها على البوتاجاز من فوق، هنسويها على البوتاجاز من فوق في الصينيه، وهوريكي برضو الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه ان شاء الله. اهو يا حبايبي شكلها بعد ما لفيتها. هنيجي هنعملها على فطيرتين. هنعمل ايه كده، قسمناها على 2. كل فطيره فيهم هقسمها على كل حته من دول، هقسمها على 2. يعني دي كده ال2 دول فطيره ان شاء الله، وال2 دول فطيره. وهنسيبها تريح 10 دقايق ونرجع برضو نفردها واوريكم ازاي. اهو يا حبايبي احنا قلنا كل 2 هنعملهم واحده. هنفرد بقى الصغيره بنفس الطول بتاعها هي كده، ندل ايدينا سمنه تفرد معانا. لو اتقطعت منك عادي ما تخافيش برضه، مش هيجرى حاجه يعني. اهو كده احنا فردناها وحطينا لها السمنه. هنطبقها بقى ازاي كده كده زي الظرف كده، زي المنديل كده. وهنعمل كده ونركنها على جنب قبل ما نعمل الكبيره بتاعتها ونحط دي جوه دي. اهي ده شكلها. النص بتاعها التاني اهو برضه هنفرده مع بعض كده كده. بس ايدي في سمنه كده. برضه هنعمل ايه، هنطبقها زي كده وندي السمنه برضه نفس الحكايه. اهو يا حبايبي حطيت اللي انا الصغيره اللي فردتها حطيتها جواها، وهنقفل عليها كده اهي بس كده. وهنلمها بقى ونحطها في قلب الصينيه تريح برضو 10 دقايق، وبعد كده هوريكم تستوي ازاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي على قوط الصينيه اللي هتسوي فيها اهي ده منظر. سيبيها بقى 10 دقايق وبعد كده نفردها في الصينيه ونسويها فيها ان شاء الله. اهو يا حبايبي بصوا حطيتها على النار اهي، بسويها من على البوتاجاز من فوق وما تعليش النار عليها. بس شايفه الفقاقيع اللي فيها ده بدليل ان العجينه كويسه والفطيره مورقه. بصوا شكلها وجمالها وما تعليش النار. بس انا مش معليه النار ازاي، على اساس ان هي ما تاخدش لون معاكي وتبقى من جوه نيه. وتقومي مغطياها بغطا زي كده، وتحطي طبعا نص معلقه زبده وحبتين صغيرين كل ناحيه تعملي لها كده. وبصوا شكلها ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، يعني لو ما عندكيش فرن هتعملي برضو فطير ان شاء الله. وهخلصها واوريكم شكلها ان شاء الله. اهو يا حبايبي ده شكلها بعد ما سويتها على البوتاجاز من فوق. بصوا جميله ازاي، بصوا التورقات بتاعتها ما شاء الله. بصوا عامله ايه، بصوا من جوه التورقات شايفينها. بصوا جمالها، كل ما افتح الاقي تورقات، كل ما افتح الاقي تورقات. ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.